السنغال تعطي البيعة لأمير المؤمنين. طبيعة الحال وزيرة الخارجية قالتها على الملأ والتصريح موجود. طبيعة الحال سمعت عندك هذا الفيديو أخي أسعد. طبيعة الحال شوف أخي أسعد، يقول العرب قديما، الله على العرب عندهم أمثال عجيبة، لا يمنع الحقد الرجال من الإنصاف، بل يمنع الحقد النساء من الإنصاف. نحن نقول لإخواننا السنغاليين، عيد المقولة هذه، عيدها. لا يمنع الحقد الرجال من الإنصاف، بل يمنع الحقد النساء من الإنصاف. الرجل ولو كان حاقدا عليك ينصف. إذا كانت مسألة حق يقول مسألة حق، كما قال أبو جعفر المنصور في عبد الرحمن الداخل، قال من هم نظراؤنا؟ الله. قال الآخر أنت بنو العباس يا أبا جعفر، قال لا والله إنهم بنو أمية، وهو الذي سماه صقر قريش، وهو الذي سماه بصقر قريش. هؤلاء الرجال، وبالتالي هؤلاء الجزائريون هم أقرب للنساء منه إلى الرجال. أخي أسعد، واش فهمتني؟ لا الحاقدون منهم. لا بطبيعة الحال أنت تعرف موقفي من الإخوة الجزائريين، أنا أتكلم عن شياطين الإنس من الجزائريين، هم أقرب يعني من يحركه الحقد ليس رجلا بأي شكل من الأشكال. وهذا هنا يثبت النبوغ المغربي. كيف فعل في أبيات ربما أنت تعرفها، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ولذلك الجزائريون الحاقدون دائما في الحضيض، ولن ينالوا العلا أبدا من نظامهم وعسكرهم إلى أزلامهم هنا. شوف أخويا أسعد، وهذا ديدان المغاربة. سياسة المغرب سياسة شرعية. عندما أقول سياسة شرعية، هي تطبق وفقا لعقيدة راسخة تأخذ من الكتاب والسنة ومن الأعراف والتقاليد كل ما يمكن لك أن تتخيله. وهنا شوف كيفاش المغرب في كأس ديال إفريقيا وقع داك الصداع وقرر. أنا بالنسبة لي ما عنديش دليل أسعد، أنا ما عنديش دليل، ولكن بالنسبة لي أعطى ذلك ضربة الجزاء أعطاها للسنغال، ولكن كان قرر آنذاك بالضبط، لأن عندنا قانونيين وعندنا أناس مختصين، قرر آنذاك أن الكأس سوف تعود لأنها تخالف من وقتها من وقتها. أنا فهمتها البارحة أنه من وقتها. لاحظ مولاي رشيد كيف تكلم. ليش ما طمأنوكم وما خلوا هذيك الفقصة تدوز بسهولة؟ سؤال واعر. شوف أسعد، أنا نقول لك علاش أخويا أسعد، لأن القيادة في المغرب، اسمعها مزيان، اسمعوا الجزائريين، اسمعوا، لأن القيادة في المغرب تعلم جيدا على أنها تنال ثقة الشعب المغربي بمقدار 1,000,000%. لا تحتاج إلى أن تطمئننا، ولا تحتاج إلى أن تبرر لنا، ولا تحتاج إلى أن تشرح لنا، بل تقول الشعب هو الملك والملك هو الشعب، الشعب هي القيادة والقيادة هي الشعب. وأثبت البارحة ذاك القرار، أثبت على أن هذا الشعب المغربي العظيم، أقسم لك بالله العلي العظيم، لن يخذله الله أبدا ما دام متمسكا بالقرآن الكريم وبإمارة المؤمنين وبتقاليده وأعرافه وسياسته الشرعية. تحياتي لك أخي أسعد، الله يحفظك. أحييك أخي أسعد، والله عرفتي البارح واليوم درتي واحد اللايف مع الفرحة واش غادي نقول لك، والله العظيم إلى الطب. والجزائريين نقيو شويه قلبكم صاحبي، نقيو شويه قلبكم صاحبي. راه اصبحتم مهزله بين الامم. الا تلاحظون ان جميع الشعوب وجميع الامم لا تستطيع اليوم ان تجاري معكم نقاش، لا تستطيع ان تعتبركم ضمن هذه الامه. شويه طلع واحد الجزائري عندك قبيله قال كلام جميل اخويا اسعد، ما عرفتش كيفاش سميتو، واحد الجزائري قال لك اودي لا تحشرني في زاويه مغلقه، انا اعبر عن رايي. هذاك طيب مسكين جزائري رائع. اكثروا من هؤلاء حتى لا يقال بان الجزائر ارض يعني فيها من لا اله الا الله محمد حتى لا اقولها. تحياتي لك اخي اسعد وتحياتي للجميع. الله يحفظك. شكرا لك. ودائما يا اخواننا في الجزائر بوزنزن هذا يجيب الربحه، والله مستفز ويجر عليكم الويلات، ولذلك
نتمنى من أبو زنزن أن يكون مسؤولا في مداخلاته المرة الثانية، يكون شوية لين، لأنك تستفز القوم. ولعلمك عبد الله الروكان إلى حد الآن ما عادوا كان ناعم، ما لم يثقل كثيرا. طيب تفضل يا ابن الجزائر. وعفاك من يجي دوري لن أكون ناعمة، أنا أقولها من الآن. وأنا ابن الجزائر ثم محمد فال، لأنه هذا هو دوره وأجلها الأخ هذا. تفضل. عادي ما كاش مشكل. أول السلام عليكم وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. والله قضية هذه القضية سحب الكأس من الصوت واضح أسعد؟ واضح. أوكي. هي الآن قضية ساعة، يعني منذ يوم أمس هي قضية ساعة نعتبرها فقط. والله يا أستاذ أنا لست من الناس الذين يحبون التجريح، ولكن الأخت الفاضلة اللي معنا المغربية يعني أكثرت شوية والله أثقلت في مداخلتها. فقط أنا نعلق على وش كانت تقول أنه يعني الكولسة ونحن ملوك الكولسة ونحن كذا. نعم ممكن عندها حق. الفساد في منظمة الكاف لازم تعرف أنه كل القرارات ولا كل الأمور الصادرة عندها هي أمور مشكوك فيها. في نهاية الأمر شفنا في كأس بالحديث على فوزي لقجع، شفنا ما حدث في كأس العالم للأندية، وأنه السلطات الأمريكية رفضت أن تمنحه فيزا للدخول لتورطه أمريكا رفضت تمنح فوزي لقجع. نعم هو غاب على كأس العالم للأندية، المفروض هو يكون حاضر ولكنه غاب، والسبب كان معروف لأنهم رفضوا يمنحوه الفيزا لتورطه في أمور. لا هذا خبر كبير هذا. نعم هو انتشر في هذيك الفترة، انتشر على جميع المواقع. قال لك لتورطه في قضايا مالية وقضايا مخدرات وقضايا تبويض مخدرات كمان. الأمور. نعم موجود الخبر، ممكن تأكد منه، ادخل لجوجل راح يطلع لك 1000. لا لو أنك تنورنا به أحسن، لأنه هذا موضوع كبير، يعني تشويه شخصية اعتبارية داخل المغرب. إذا أنت هكذا عندك ما يثبت هذا الكلام. قلت لك أنه الخبر لأنه كان هو احضر في جميع المنافسات الدولية إلا كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلعت مواقع، خلينا ما نقولوش مواقع جزائرية لأن أنا المغاربة يعتبرونها غير محايدة، ولكن هناك مواقع محايدة طلعت ونشرت الخبر، ممكن تأكد منها. ادخل كاين أفريكا إنسايد متخصص في هذه الأمور، اطلع فقط الموقع. لا دليل، يعني أنت ما عندك دليل على هذا الكلام. قلت لك الدليل الخبر انتشر دقيقة برك. مش قضية الخبر انتشر، افتح هذا واعطينا دليل ما لم في الموضوع لا قيمة له، تجاوز وادخل في النقطة اللي بعدها خلاص. أما ممكن نفتح لك، ممكن ماشي تلفيق، نفتح لك الكاميرا وتشوف من مواقع. افتح لي الكاميرا تفضل، افتح لنا الكاميرا. نعطيك اوكي. ناحي الموس كبر فقط. كبر هذه العمارية يا أخي. أخوان المغاربة، مريم دققي على الدليل هذا إذا بغيتي تردي عليه فقط باش هذا الموقع أفريكا إنسايد، يعني ما حبيتش نجيب مواقع جزائرية، والله كاين مواقع عربية. ريفوز دو فيزا أمريكا. ما نعمل ترجمة بالعربية ولا نقراها عادي؟ أعمل ترجمة. إيش هذا تويتر، هذا تغريدة؟ لا موقع أفريكا إنسايد. أيوة تراجوير نديروا اللغة العربية عربي ترجمة تراجوير. المهم ممكن الترجمة ما حبش تعمل، المهم يقول لك ريفوز دو فيزا. ايوه ترجمتها. رفض منح التأشيرة إلى الولايات المتحدة للوزير المغربي فوزي لقجع مع زاعم الفساد والإتجار بالمخدرات قيد التدقيق. هاي مع الصورة. عام كم 2025 مع كأس العالم للأندية. وما هو الموقع قلت لي؟ أفريكان إنسايد. اوكي أفريكان إنسايد. افادت التقارير بان السلطات الامريكيه رفضت منح فوزي لقجع الشخصيه المؤثره السياسيه والرياضيه المغربيه تاشيره الدخول لحضور اجتماع الفيفا في الولايات المتحده الامريكيه، وقد القت هذه المعلومه التي نشرتها عده وسائل الاعلام بظلالها على العلاقات بين البلدين واضرت بسمعه المسؤول المغربي.
تلتزم الحكومة المغربية الصمت التام إزاء ما وصفته وسائل إعلام أجنبية مختلفة بأنه فضيحة مدوية، ويتناقض هذا الصمت بشكل حاد مع الانتشار بوسائل للمعلومة والتكهنات. فهمت؟ غير هذا لأني دخلت ولقيت أن هذا كله كلام من الجزائريين. أريد مصدر يا القدس العربية، يا الشرق الأوسط، يا العربية، يا الجزيرة. هذه المصادر الموثوقة. أيوة، أعطينا مصدر كذا معتبر. مصدر موثوق. مصادر الجزائريين لا تعني. لحظة، أنا شايف فوق قائمة الطعام مكتوب. طلعنا فوق قائمة الطعام. هذه كيفاش يقولوا هذا يا أخي، جايب لنا مصدر من قائمة الطعام يا أخي. ها هو أفريكا إنسايد .net. ما هذا؟ أنا أول مرة أسمع بهذا المصدر. قد يكون هذا موقع لشخص جزائري أو شيء. حبيبي موقع. وبعدين ما المكتوب في الأعلى قائمة الطعام؟ يعني إيش قائمة الطعام؟ يا حبيبي هذه راهي بيبليسيتي، كيفاش يقولوا بيبليسيتي، إعلان فقط. ممكن صافي خلاص تمام. هذا ابحثوا على أنتم مصداقية هذا المصدر. أنا أول مرة أسمع بها في أفريكان إنسان. هذه من جهة. هذه الأولى. شوف، هذا لا يعني أن الرجل ناجح في القطاع الرياضي. داكور، يعني هذا رأيي أنا فقط باش نرد على الأخت على كلامها على فوزي لقجع. هذا لا يعني أن الرجل ليس ناجحا في المجال الرياضي. شفنا المنتخب المغربي في كأس العالم للشباب، شفنا في مونديال باريس، شفنا تاع كرة القدم في الصالة، شفنا يعني خادوا تقريبا 90% من المسابقات. الإنسان طيب، رئيس الفيفا هذاك الذي دائما ملتصق بفوزي لقجع لا يعلم أن فوزي لقجع فيه كل هذه الآفات؟ شوف، رئيس الفيفا علاقته بفوزي لقجع هي علاقة رياضية، هو ما عندوش دخل بأمور أخرى، تبقى علاقة رياضية. والفيفا تعتبر أن المغرب واحد من الدول المساهمة، لأن الفيفا عندها برنامج لتطوير الرياضة في قارة افريقيا. وقاطع المغرب يلعب دورا. افريكا دي زاد، بحثت لقيت انه افريكا دي زاد وانا دخلت الموقع، يعني الموقع جزائري. المرة الجاية لا تتهم. لحظة يا مريم اصبري، بعد الرد انت براحتك، مو الان. لا، ولكن افريكا دي زاد. بعدين الموقع وريته لك مكتوبة افريكان انسايد .net. اوكي، هذا فقط من جهة. من جهة ثانية نرجع قضية الساعة. شوف أخي أسعد، أولا وأنا كنت حاضر في كأس إفريقيا، تابعت مباراتين، واحدة للمنتخب المغربي وأشكر أصدقائي المغاربة على الاستضافة. ثانية تاع المنتخب الجزائري، يعني حضرت المباراتين ما شاء الله أمور جازت. يعني أنا كمناصر رغم صعوبة الحصول على التذاكر، ولكن المباريات جرت في ظروف عادية بالنسبة لنا على الأقل. الصوت يا أخي، الصوت بالنسبة له، لكن لم يلعب مباشرة، يعني المغرب ما وصلش مباشرة للنهائي. الصوت يتقطع يا أخينا، انقطع صوتك. اوكي، الان الصوت مسموع؟ هذا مسموع. اوكي تمام، اسف. لا، تفضل يا محمد فال، وبعدين نرجع لاخي جزائري اخر. هذا ما نقعد ننتظرك حتى تكمل الشبكه يا صاحبي. تفضل محمد فال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. مرحبا. وعيد فطر مبارك عليكم كاملين. لدي بعض الملاحظات البسيطة حول. السلام عليكم أستاذ أسد. مرحبا. وعليكم السلام أخي، مرحبا. الله أنا أنتظر دور الله. السلام عليكم أستاذ أسد. مرحبا. وعليكم السلام أخي، مرحبا. الله أنا أنتظر دور الله. وبعض الميكروفونات مزعجة للغاية. كمل يا أخي محمد فال. أنا فيما يتعلق بموضوع كما ذكر الأخ الجزائري أنه موضوع الساعة، أنا أعتقد أنه كل المغاربة وكل المتابعين الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون الذوق العام يعرفون بأن الجميع كان موقن بأن المغرب هي التي فازت بالكأس. هذا اليقين يشمل الجانب الشعبي وحتى الجانب الرسمي. على الجانب الشعبي رأينا أن المغاربة رغم ما شاب الموضوع من خروقات أصبحت اليوم واضحة،
إلا أنهم مع ذلك عبروا عن أنهم لديهم روح رياضية محترمة، فلم نرى من المغاربة أي شغب ولا أي أعمال يعني منافية للروح الرياضية. على المستوى الرسمي رأينا كذلك صورة ربما غابت عن الكثيرين، وهي رفض الأمير مولاي رشيد تقديم الكأس، في إشارة إلى أنه ليس لهم، ليس لكم، في إشارة أنه ليس لكم. تماما. إذا كان هناك يقين بأنه الكأس كأس مغربية، إلا أنه الشوائب التي شابت الموضوع تعامل معها المغاربة كعادتهم بحكمة، لم يكثروا من الصراخ، لم يكثروا من النحيب، وإنما اشتغلوا بروح رياضية واتبعوا المساطر القانونية المنصوص عليها في هذا الموضوع، وهي واضحة، وهي ما اعتمدت عليها اليوم الفيدرالية الإفريقية، بحيث أرجعت الحق لصاحبه. طيب، فيما يتعلق بالموضوع، أنا قبل قليل اطلعت على مقابلة مع السيد الأقجع، قال فيها بالحرف الواحد بأن المغرب لديه، بأنه لا يخاف الذهاب إلى لوزان، لأن المغرب لديه ملفا ثقيلا، وينصح الأشقاء، هكذا قال، وينصح الأشقاء السنغاليين بأن لا يذهبوا إلى محكمة لوزان، لأن ذلك سيؤدي إلى سقوط رؤوس كبيرة. نقلت بالحرف كما قال في مقابلتي. هذا يعني المقابلة اليوم؟ نعم، اطلعت عليها قبل قليل. المقابلة كانت ليلة البارحة. إذن هذا تهديد وكأنه يهدد. لا، هو لا يهدد. الرجل واثق، ولو لم يكن واثقا من أن لديه فعلا كما قال ملفا ثقيلا، لما كان قبل من اليوم الأول اتباع هذه الخطوات التي نرى اليوم بوادر نجاحه في مسعاه، بحيث أنه على الأقل اليوم الكرة الإفريقية أرادت أن تستعيد ولو قليلا من ماء الوجه، لأن ما وقع في المباراة في الحقيقة أي بليد متابع للرياضة يرى بأنه غير طبيعي. والمادة 82 من القانون واضحة، ونحن كلنا تابعنا المباراة، بحيث أن الفريق خرج ما يزيد على 15 دقيقة التي ينص عليها القانون. هذه الناحية. ذكر أحد الإخوة بأن قرار منح الكأس للسنغال بأنه معتمد على تقرير الحكم، وهذا شيء غريب يطرح سؤالا: هل تقرير رأي الحكم قانونيا فوق القانون الذي تم اعتماده لإنصاف المغرب؟ طيب، مسألة أخرى، أحد الإخوة الجزائريين قال متهكما للمغاربة بأن عليهم أن يذهبوا إلى أوروبا، بأن ينضموا إلى أوروبا، ونسي أنهم كانوا هم أيضا يتغنون في كوت ديفوار بأن هذه القارة لا تليق بهم، بأن عليهم أن يكونوا ما بين إسبانيا والبرتغال. أنا أعتقد أنه ما يجري اليوم من نقاش بين الإخوة الجزائريين والمغاربة حول هذا الموضوع، بأنه ينطبق عليه مثل موريتاني قديم يقول بالحسان، يقول: انهق الحمار انسلوا جرايد الكلب، بالعربية: نهق الحمار فتليفت عضلات الكلب. هذا هو. ما لك حشرت الكلب والحمار هنا؟ ما فهمنا والو. لا، هو مثل عندما ينهق مثل موريتاني: انهق الحمار انسلوا جرايد الكلب. قلت بالعربية لو أردنا ترجمته بالعربية نقول: نهق الحمار فتليفت عضلات الكلب. وما علاقته بالواقع الذي سأقول لك ما علاقته، لأن الخسارة اليوم في دكار والنحيب والبكاء في الجزائر بكل بساطة. أريد أيضا عيد المثال عشان نركبه. إذا نهق الحمار فتليفت عضلات الكلب فقط، هذا هو. وبما أنك سمحت لأبو زنانة، وبالمناسبة أبو زنانة
نحن عندنا في اللهجة الحسانية اسمه بوزنانة. بوزنانة هو عبارة عن حشرة فعلا ملونة، ألوانها زاهية، ولكن لغبائها تهاجم